السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة بسيطة جدا. الدنيا حر بقى، مش عارفين ناكل ايه بصراحة بقى، فقلت ايه نعمل صينية جلاش بالجبنة، خفيفة وسهلة يعني. نقول مقاديرها بقى. احنا معانا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية لبن، معايا زبدة، سمنة، اللي انت عايزة تعملي اي مادة دهنية. معايا جبنة قريش، ومعايا ميكس جبن. ميكس جبن اللي هو شيدر على رومي، يعني اي جبن عندك هتنفع، على موزاريلا. ومعايا فلفل الوان، ومعايا بقدونس، ومعايا ايه زيتون، ومعايا زعتر وفلفل اسمر وملح. دي المقادير. وللتوريق بقى ايه اللي هو يعني زبدة مع معلقة صغيرة ايه بيكنج باودر، دي عشان ايه التوريق. نيجي بقى ايه نعمل الجلاش، ومعايا طبعا لفة جلاش. نيجي بقى نعمل الجلاش. دلوقتي عندي الصينية اللي ايه اللي هعمل فيها، وادي لفة الجلاش. انا طبعا قطعتها، الحتة دي طبعا اتقطعت مني، قطعتها على قد الصينية، واغطي برضو ايه عشان ما ينشفش مني. وايه ودهنت الصينية ايه سمنة. هنعمل ايه؟ هناخد 2 ورقتين كده ونحطهم فين في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ورقة مقطوعة منك مفيش اي مشكلة، يعني كله هيتلم فيها. ادي كده ايه حطينا الورقة التانية، الورقة الاولى، وادي الورقة التانية. وندهن بقى ايه سمنة، يعني كل ورقتين كل 3. الحادق ما بتفرقش قوي، بس كده. واخد برضو ورقتين وايه واحطهم، يعني كل ورقتين هدهن، او 3 ورقات. كل ورقتين او 3 ورقات، دول ورقتين. واقوم كده ايه ادهن. خلاص كده. احط برضو ورقتين كده، ايه سهل، بدل ما نقعد ايه بقى ندخل واحده جوه واحده. يا رب يكون ايه كده. ايه انا حطيت 6 ورقات، كل 2 مع بعض يبقوا 6. كده الطريقه دي مش هتاخد سمنه كتير اولا. اهو بس كده 6 ورقات. واحط ورقتين كمان. ادي ورقه، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي ورقه. ماشي. واحط برضو ايه السمنه بتاعتي. كده 8 ورقات، 6 8. هعمل ايه بقى؟ هجيب الجبن بتاعتي. انا عندي جبنه قريش، معلش نسيت اقولها انا قايله ايه اي جبن. حطي جبنه قريش كده. جبنه قريش برضو جميله جدا من الجبن الحلوه. واحط الميكس جبن اهيت. واحط فلفل الوان، اي فلفل عندك بتحبيه. طبعا انا حاطه فيه سبايسي، فلفل حراق، لان احنا بنحب ايه الحاجه السبايسي. وعندي بقدونس، طبعا جبن يعني بحب البقدونس. خلاص كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب، وعندي زيتون، طبعا الزيتون مهم طبعا، حلو برضو. هي حاجة عندي، هي دي زي البيتزا بتلم. ادي الزيتون بيدي طعم جميل جدا الزيتون برضو. انا طبعا الزيتون عندي مش مخلي، فبخليه كده تبقى حلوة وجميلة ان شاء الله. وشوفوا وسهلة، انا ما قطعتش الفيديو معاكم، ما قطعتش الفيديو خالص اهو. تبقى ان شاء الله حاجة جميلة وحلوة اهو، شايفين. بس هعمل ايه بقى؟ هجيب برضو 2 ورقتين، احطهم برضو كده
انا عايزه بس افرد دي. اجيب ورقتين وادهن سمنه زبده، اي حاجه عندك حطيها، يعني الماده الدهنيه دي براحتك اهوت. خلي بالكم انا ما قطعتش الفيديو معاكم خالص، وخلصتها اهيت وايه ما قطعتش الفيديو. بحط 2 كمان، طريقه سهله جدا ما فيهاش اي تعقيد، يعني احنا مش عايزين نعقد المواضيع، وايه نعمل حاجه بتاعتنا سهله كده، وما نقفش في المطبخ كتير عشان الجو حر صراحه. يعني الواحد بيقف شويه كده بيولع من الحر اللي احنا فيه ده. الحمد لله، ربنا يرحمنا يا رب، ربنا يكفينا شر نار جهنم يا رب، ويرحمنا يا رب. طبعا انا ما خدتش اهو كده. هنحط 2 برضو ديت نكملها، اللي هي مقطوعه دي نكملها باي حاجه اهو. ادي خلصت خلصت سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، يعني نخش نسمي بالله كده ونعمل حاجتنا. يا سلام يا سلام اهو. الفيديو خلص خالص اهوت، وانا وانا معاكم طحتش خالص الفيديو. ونعمل دي برضو هي خلاص كده، بس وهنقطعها بقى ونيجي بقى على البوتاجاز. انا مولعه طبعا الفرن، مولعه الفرن. دلوقتي بقى هقطعها، معلش نقطعها، قطعيها بقى زي ما انت عايزه. انا هقطعها مثلثات، طيب يعني سهله، المثلثات سهله كده اهو. عملت نصها في النص، واجي النص التاني اهوت ماشي، واجي بقى هنا النص برضو واعمل اقطع. طبعا ما تديناهاش فوق خالص سمنه خالص، الا ما تقطعيها، علشان لو دهنتي سمنه اخر مش هتعرفي ليه، هتزفلط منك وهتقطع منك. السمنه تدهنش على الوش الا ما تقطعي. تيجي بقى تقطعي برضو سهله جدا في مثلثات. بس كده اعمل بقى؟ انا ادخلها الفرن. بصوا دهنت دهنت سمنه اهوت، وادخلها الفرن علشان تتشمع. انا ما بحبش احط بقى بتاع التوريق اللي هو اللبن والحاجات دي الا لما تتشمع. هدخلها الفرن واطلعها احط عليها اللي هو التوريق. توريق بقى؟ بحط معلقه سمنه، وبحط اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه اللبن، وبحط الفلفل الاسمر والزعتر اهوت، والفلفل الاسمر والملح، وبحط بقى نص معلقه بيكنج باودر او ربع، حاجه بسيطه خالص بس، واقلبها. وذره سكر طبعا لازم، ذره سكر، وحاطه ذره سكر بس. ولما تطلع بقى من الفرن تتشمع، هدلق عليها اللي هو بتاع التوريق ده، بس كده. هدخلها الفرن ومتشمع هدلق عليها ده، وادخلها الفرن تاني، ونيجي بقى على الشكل النهائي. بصوا دخلتها الفرن اهوت واتشمعت اهيت شويه. هعمل مش تقولوا لي ان انا نسيت البيضه، مش تقولوا لي نسيت احط البيضه يا جماعه. البيضه مهمه جدا لعين تدي لون طبعا. طب كويس، انا جيت بقى عشان اوريكم وانا بحط اقلبها كويس كده، واقوم دلقه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، وادخل الفرن. بس كده، ادخلها بقى الفرن واجي لكم بقى على الشكل النهائي. هي سخنه، بس اجي لكم بقى على الشكل النهائي. دلوقتي طلعت من الفرن، هي سخنه، هقطع لكم حته. طبعا لو قلت لكم هقطع لكم واحده، بس نسلك الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. نسلكها بس كده ونقطع بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نشوفها برضو من تحت كده، شايفينها من تحت جميله ازاي؟ شايفينها جميله ازاي من تحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها كده بقى في الطبق. عايزين نشوف برضو الجبنه، بسم الله الرحمن الرحيم.
شوفي الجبنه سايحه من جوه، شايفين الخضار كمان والجبنه سايحه معاه جميله ازاي، شايفينها مورقه ازاي والجبنه جميله وسايحه. الله الله. برضو العين بتاكل قبل البق. عايزين لما نيجي نقدم بشكل حلو كده، ممكن نحط ايه، انا حاطه يعني اشكال كده زيتون جوه الطماطمايه، مقطعاها كده وحاطه ايه زيتون، وهنا قرن فلفل كده اخضر، ان العين بتاكل قبل البق. طبعا التقديم هتقدمه احسن مني ان شاء الله. بس انا ايه بقول افكار، وانتي برضو ممكن تعملي احسن مني. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. وعايزة أقول التسوية فرن عالي جدا طبعا. قبل ما تدخلي الصينية تكوني مولعة الفرن، وبعد كده تولعي فوق وتحت. ما عندكيش فوق وتحت، عندك تحت بس، ولعي تحت. وأول ما تحمري من تحت ولعي الشواية، اطفي وولعي الشواية. قعدت حوالي 12-13 دقيقة، مش أكتر من كده. كل واحد طبعا على حسب فرن، بس النار تكون شديدة. شايفين جميلة ازاي؟ انا عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، ما تنسونيش في اللايك. لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.